ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة حاجة بسيطة كده هنعملها ان شاء الله، عشوة كده كل الأطفال بيحبوها بإذن الله. النهاردة جبنا نص كيلو دقيق، حطينا عليهم سنة ملح، حبة صغيرين بس كده عشان تحل ايه العجينة. معانا هنا سنة فلفل أسمر، لو عندك سنة ملح. وعجينة الكريب ما بتحتاجش لا خميرة ولا بيكنج باودر. احنا نريحها شوية كده. جبنا هنا نص كيلو مع حبة ملح، حبة سكر، سنة فلفل أسمر بتدي ريحة للعجينة وتبقى جميلة إن شاء الله بإذن الله. أنا حطيته النص كيلو اهوت ومعاكم ما شاء الله. معانا هنا المضرب، في ناس بتحطها في الخلاط وفي ناس بتعملها بالمضرب اليدوي. معانا هنا النص كيلو هنحط عليه كوباية مية ونقلب. هي ده طبعا عجينة الكريب بتبقى سايلة، ما تخليهاش تلف معاك وتتقل كده. هنجيب كوباية ونرجع لها. ويا بنات جبت شوية المية التانيين ونقلب كده مع بعض، بس بحيث ان هي تبقى سايلة معانا. خلاص معلش عشان بتتحرك مني. هقلبها واوريها لكم واوصل للتماسك اللي احنا عايزينه وارجع لكم. اهو يا بنات هنقعد نقلب، شايفين التماسك اهو، لا منها تقيلة ولا منها خفيفة. تفضلي تقلبي كده سايلة معاك اهي، شايفين يا بنات اهي. طبعا فلفل الاسمر باين. قبل ما نعملها نصبها في المصفى عشان لو في اي تكتلات او اي حاجة. احنا سكتنا كده اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. خلاص تقلبي. التقليب ده سر نجاح العجينة بتاعة الكريب. خلاص لا منها تبلغي ولا منها، يعني ما تقلبيش كتير، سنة صغيرة بس كده. خلاص يا بنات الحشوة النهاردة بتاعتنا لا فراخ ولا ستريبس ولا الكلام ده، حبة لحمة مفرومة هنعصجهم واوريها لكم معانا. خلاص يا بنات هعصج اللحمة مع بعض وارجع لكم. بعد يا بنات ما جبنا الطاسة، احنا طبعا عملنا عجينة الكريب وسيبناها لمدة 10 دقايق كده ترتاح مع نفسها كده. زي ما انتم شايفين انا قلبتها اهو، زي ما لو ما نزلتش من على السباتولا او المضرب بتاعك دي كده مظبوطه العجينه بتاعتنا. هتقعدي تقلبي تقليبه بسيطه كده. جبنه معانا اهي. والصلصه دي، الصلصه دي انا معبيه برطمانات، بس انا بوريكم لان هي البرطمان دلوقتي شوف فيه قد ايه ب8 جنيه. معانا هنا نص كيلو لحمه او ربع كيلو او حته، اي حته عندك انت هتعملي بيها تقضي بيها. عندك فراخ ماشي، عندك شاورما ماشي، والجبنه اهي. ومعانا هنا البهارات بتاعتنا، معلقة صغيرة ملح، معلقة سنة شطة، كمون، بهار لحمة، فلفل أسمر، مكعب مرقة. ما عندكيش مكعب مرقة مش مشكلة، هو مضر يعني، بس هو الواحدة لازم تحطه في الأكل، مش عارفة ليه احنا بنحب الحاجة المضرة. وبعد كده العجينة اهي معانا. احنا هنا جبنا عندك الجريلا او الطاسة او اللي هي الطاسة التيفال او اللي هي بتاعة الكريب دي، ما بتلزقش يعني، بلاش الألمونيا. هنيجي ونسخنها نص تسخينة، ما تسخنهاش خالص لان هي لو سخنت معاكي هتبوظ. هوريها لكم دلوقتي. يلا يا بنات نشوف الطاسة بتاعتنا. انا عندي الطاسة اللي هي ديت، ساعات بقلي فيها وساعات بشوي فيها. وجبنا الكبشة كده، حطيناها بس نقطة زيت بس كده في القعرية، بحيث انها هي ما تعملش معانا نقطة صغيرة. بس هي الزيت كتر مني، هو هتعمليها بالفرش احسن لان انا كبيت كده. شايفين دي ما تسخنهاش قوي لان ممكن الطاسة ما تسخن منك، وبين كل واحدة وواحدة ابعدي الطاسة شوية عن عين البوتاجاز، بحيث ان هي ما تبقى سخنة شوية تلطعه او تبوظه. خلاص. هنيجي بالكبشة كده، كبشتين في كل مرة، كبشتين في كل مرة. انا عندي هنا اهو، هتقعدي تلفي، انت حطيتي شوية كده تلفيهم بسرعة. تلفي الطاسة كده معاكي، هتحتاج معاكي كبشة في الناحية التانية. انا احنا كابين الكبشة التانية، هي بتعوز كبشتين.
لو انت عايزاها خفيفة خالص حطي كبشة واحدة. خلاص يا بنات اهو. والله العظيم انا اول مرة اعمله بصراحة، بس انا قلت ايه اشارككم فيه. باظ بقى حلو، وهو ربنا يسهل كده ويكبر بخاطري. واكبروا بخاطري بقى، من دعموني باللايك والشير والسبسكرايب يا بنات، وتعليق حلو منكم كده. لو ما عجبكوش الفيديو برضو قولوا مش عاجبنا. ربنا يجازيكم كل خير يا رب، ووسع ارزاقكم ويكفيكم شر المرض يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. واصلح حالكم واحوالنا واحوال المسلمين اجمعين يا رب، وعدي الايام ده على خير، وارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم امين يا رب العالمين. احنا عملنا اللي علينا والباقي عليك يا الله. رب لا تذرنا، يعني ما تحوجناش لأحد أبدا من عبادك، اللهم أمين، إلا ليك انت يا رب. وانتوا كمان دعمكم ليا بيفرحني بالتعليق بتاعكم او باللايك. ربنا يبارك لكم يا رب، ويكفيكم شر جميع الامراض اللي في الدنيا، واشفينا واشفي كل مريض. اه يا بنات شايفين الكريب بتاعنا ما لزقش ولا اي حاجه، زي ما انا قلت لكم. الفتحه دي فتحه في العجينه نفسها. جبنا هنا اللي هي الجاروف بتاعه العجينه اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله بتسهل عليا التقليب. شايفين هتقلبيها هتحمريها من تحت، احنا كده كده لسه هنحمره، وانا كده قلبته. كريب معاك ابيض وزي الفل وجميل ان شاء الله. انا عملت معاكم واحده، وهعمل من نص كيلو دقيق. عملنا يجي 8 كريبات او 9 بتهيألي، يعني 8، وفاض كمان لحمه عملناها حواوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا زي ما قلت لكم بين كل طاسه وطاسه امسحي الارضيه بسمنه او زيت. زي ما انا وريتكم كده يا بنات، شوفوا اتحمر ازاي. ده هو عايز يبقى عيش قوي، بس انا ايه عملته بالكبشه كده اهوت. بسم الله ما شاء الله اتحمر، لسه هياخد وش معانا في الاخر لما نحشيه الحشو. شكله جميل بقى يا بنات، اعمل لايك. يلا يا حبايبي نعصج مع بعض اللحمه. جبنا الطاسه بعد ما خلصنا الكريب بتاعنا. معانا هنا حته الجبنه الشيدر، او عندك البهارات بتاعتك، مرقه، فلفل اسمر، كمون، بهار لحمة، سنة شطة، حبة ملح صغيرين، يعني ما تكتريش عشان احنا حاطين مرقة. ربع كيلو لحمة عندك نص ماشي، بيبقى فيه مادة دهنية كده. عشان ايه عايزة تشيلي منه حتة ماشي براحتك خالص، عايزة تعصجيه كله خلاص. معاكي حتة جبنة رومي او موزاريلا. الصلصة ده انا عاملاها، بس انا بوريكم الغطا عشان هي بتتباع قد ايه، ب8 جنيه. دي هعملها معاكم ان شاء الله. شوية زيت هنحط في الطاسة، حبة زيت صغننين كده، وقطعنا بصلتين عشان نعصج معانا اللحمة. الطريقة دي سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة خالص مش هحط البصل، انا ممكن احط كده وممكن احطهم كلهم. هنشوح اللحمة بتاعتنا. هنشوح اللحمة في الزيت بحيث ان هي ايه تاخد تشويحة كده في الزيت بتاعنا. مش هحط البصل الاول، انا بحبش احط حتى في البشاميل برضو. ما باجي اعصج اللحمة في اي لحمه لازم احط الاول اللحمه. ليه؟ بتطلع الزفاره بتاعتها في الزيت، بتحط لها بهاراتها وبتحط لها كل حاجه. مش البصل بيخليها كده تشفط ميتها، تمنع اللي هي الميه تنزل في البصل. لان انا هحط البصل هيبقى كله ميه. خلاص يا بنات اديها التشويحه كده بحيث اللون يغير معانا. اول ما اللون يغير معانا كل حته اللحمه بتاعتنا هنقوم احنا جايين عاملين ايه، نحط عليها البصل وبهاراتها والصلصه، معلقه الصلصه الصغيره. كبينا البهارات زي ما انتم شايفين كده. تقعدي قلبي معاكي. اول ما تحسي ان اللون غير تقومي انت حاطه البصل بتاعك. خلاص نضفنا الطبق كده من اي بهارات فيها. اه وانا حطيت حبه فلفل اسمر كمان لان لقيت الفلفل الاسمر قليل. هو بسرعه كده وهتشتغلي. بسم الله ما شاء الله. معانا هنا معلقه كاري صغيره، معلقه صغيره. ونحط بقى البصل بتاعنا وقلبي بقى وسيبيها بقى على نار هاديه تستوي مع نفسها وتعصج اللحمه في ثواني. ما شاء الله عليه. شايفين؟ يا رب اللي تشوف الفيديو تعمل لايك وشير يا بنات، اهم حاجه اللايك. الفيديو بترفع بتحسن من مستوى القناه. خلاص انا هشيل البتاع دي عشان هي مضايقاني. انا ما كنتش امسك المعلقه الصغيره ما احسش بالحاجه وهي في ايديا وهي بتستوي. انت هتسالوني دايما الصينيه دي انا بحطها لان انا بحبها اصلا. الصينيه دي عزيزه على قلبي.
دي كانت والدتي جايباها لي الله يرحمها، فانا بحبها، عزيزه ليا. عندي صواني بس ده انا بحب الصينيه العسل. الله يرحمها امي، ادعوا لها يا بنات ربنا يرحمها ويجعلها في الجنه ونعيمها، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص يا بنات، كده هتقلبي اللحمه بتاعتك. البصل بسم الله ما شاء الله هيختفي معاكي في الطاسه. اول ما يلف معاكي تسيبيه على نار هاديه وتسيبيه يستوي، البصل يختفي مع اللحمه وتبقى شويه لحمه متعصجه تحفه وجميله. ولو عايزه تعملي سندوتشات للعيال لولادك اعملي، جميله بسم الله ما شاء الله. كده عملنا 8 كريبات او 8 ترغيفه يعني. حطيتهم في الطبق. سبتهم بقى مؤقتا، شايفين بسم الله ما شاء الله، يا رب يعجبكم. والله انا بقول لكم انا اول مره اعمله بصراحه، بس هي العجينه دي من غير لا بيض ولا لبن، يعني انا لو كنت عملتها بلبن كانت الاداء احسن، بس انا قلت ايه، عايزين نوفر على قد ما نقدر في ظل الغلاء اللي احنا فيه. خلاص يا بنات، ربنا يا رب يصلح حالنا وحال المسلمين اجمعين، ووسع ارزاقنا وارزاق المسلمين، وسع ارزاقكم يا رب. كل من تعلق لي وتشجعني باللايك. الجبنه معانا ايه زي ما انتم شايفين، او نعصج اللحمه كده. نرجع بقى ونتكلم عن اللحمه اللي هتستوي. مش كل حاجه يا بنات نعملها كتيره، يعني فاهمين، فيه عندنا هنا قنوات بتعمل حاجات كتيره، انا بعمل على قد الحاجه يعني. شو ريحتها جميله ازاي ما شاء الله. شايفين الكريب منقط على البوتاجاز، طبعا بعد ما نخلص هنليفه ونخليه زي الفل ان شاء الله باذن الله. يلا دعموا مطبخ نوجة بقى، ربنا يبارك لكم يا رب، وسع ارزاقنا، وان شاء الله كل واحد هيزورني في قناتي انا هردها له باذن الله. وبأسف على التأخير لان امبارح كان عندي النت وحش خالص. سامحوني للي انا ما تابعتهمش امبارح، ربنا يجازيكم كل خير يا رب العالمين. سين لقيتها ان انا دقتها، لقيتها دلعه كده ملح، رحت حاطه شويه ملح صغيرين. خلاص يا بنات. إيه شايفين يا بنات الكريب بتاعنا. اول حاجه هنحطها حته جبنه صغننه كده، ومعلقه لحمه مفرومه. اللحمه اللي احنا هنحطها، وتجيبي بطاطستين وتحطيهم بسم الله ما شاء الله، يعني الشكل اللي انت عايزاه تعملي لقم اللي هي الاسطوانيه ماشي، عايزه تعمليها مثلثات زي الكريب والمطاعم انا هعملها كده، شايفين بسم الله ما شاء الله بيعملوها كده وبتبقى باينه ايه تحفه. يا بنات بعد ما انا عملتهم مثلثات كده، بسم الله ما شاء الله، في واحد قطع مني كده مش مشكله عادي يعني، هو تلاقيه بس ايه اتقطع مني من كتر الحشوه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، انت لو اشتريتيه من بره مش هيبقى فيه كل الكميه دي. شايفين يا بنات عند الحشوه جميله وما شاء الله زي الفل. هنحط معلقتين زيت كده صغيرين في الطاسه، ونقوم احنا محمرين بطاسه واحده عملنا كل الكريب دوت بسم الله ما شاء الله، شايفينه وهيطلع بقى اوريهولكم. يلا يا بنات شجعونا، وادي المنظر النهائي ان شاء الله باذن الله، يا رب يعجبكم. شايفين يا بنات تحفه بسم الله ما شاء الله جميل. وبالهنا والشفا علينا وعلى قلوبكم، وتفضلوا معانا ورب يعجبكم ان شاء الله باذن الله. ارجو اللي تشوف الشكل الجميل ده تعمل لايك وتشجعنا بكومنت حلو كده باذن الله، ربنا يجازيكم كل خير. شايفين عندنا هنا الكاتشب زوقنا كده وحطينا بس شويه خضره كده صغننين، شايفين تحفه تحفه وجميل ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا رب يعجبكم. ينفع نعمله مشروع على الاقل سندوتش دلوقتي في المطعم بالشيء الفلاني. شايفين اللحمه والبصل والبطاطس كان طعمه جميل ما شاء الله. ارجع دعمونا باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تحفه ما شاء الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.